احمد فتحي على اليسار اللاعب 21 سيد معوض. ثم عندك في المحور كالعاده الهلال يلعب ب 3-5-2 او 5-3-2. 9 نقاط للترجي الرياضي التونسي، 6 نقاط او 7 نقاط لفريق الوداد البيضاوي و6 نقاط للنادي الاهلي. تحدثنا طويلا عن الاستنتاجات القانونيه. النادي الاهلي 2-0 للمرور، الترجي ممكن يخسر بفارق هدف ويصعد، والترجي كما قال معلول الهاجس الاول السيمي فاينال، الحرص الثاني على صداره المجموعه. هؤلاء الانصار عددهم قليل. الدراجي للامانه في الماتشات الاخيره لم يكن جاهز بدنيا، لذلك هو ورقه يحب يلعبها معلول بعد في وسط المباراه، بينما الكره تمشي لمساكني جوزيف، مش ممكن الكره الاولى للترجي الرياضي كما انتكب به الاهلي تساند كما هي العادات. يمشي الكابتن الشمام والكره بالراس، والكره مش ممكن ما دخلتش، كره ما حبتش ولا ثابته نقطه قوه الترجي، ولا استبعد ان نسجل بهدف من كره ثابته مثل العام الماضي. الراس ترجع الكره مره اخرى في وسط الميدان، نتمنى ان يصدق، وكره خطيره وفرصه صعبه وكوليبالي ادريس كوليبالي. اتمنى قلنا من تريكا 3-4 دقائق في الشوط الاول. البدايه مهمه جدا والترجمه من فريق النادي الاهلي، يضغط الاهلي، حذاري من التسديد، حذاري، كره تمشي ترجع بالراس، تكتل الدفاع من الترجي، الدفاع للترجيين، تمشي كره طويله، تمشي ممتازه الانطلاق لتريكا، وتريكا اللي رجع في الفورمه، حذاري وركنيه من يايا بنانا. هذه قيمه الفرص اللي تتاح الكثرها من يومين، واجواء جماهيريه وعالميه كبيره جدا بمناسبه القمه، خطيره جدا. حذاري من الكرات الثابته، حذاري من هذه الكره الثابته، ترجع الكره من الهيش يا ستار، والكره تسديد لكن عالي. تعالوا المره يا جوزيف، تبداش تجري لي على التحكيم وتهز في يديك، العب وارفع ساقيك، سجل كره وامكانيه لمساكني، خطيره ابو عزي، فرصه كبيره، اوفسايد لكن الترجي خطير، الترجي بالهدف الابيض يؤدي السلم، لا ما فيش كلام، هذه المره اوكي، سابق مترو واجدي ابو عزي لو خليتها ممكن يقرب البورو ميدلز برا. 12 دقيقه لعب في الشوط الاول، والنتيجه هنا ما زالت 0-0 في استاد القاهره. تمشي كره طويله، اخرج بن شريفيه، كره عند معز بن شريفيه، اقل من عاد معوض، يهرب السيد، يمشي سيد الرواق الايسر، يوزع كره وين الدفاع، حذاري فيها لمسه يد، الحكم راها اللاين مان رفعها، والكره يمشي لمساكني ممتاز، لمساكني حتى الثغره، تبارك الله عليك يوسف يسدد، كره اوت من لمساكني، وبدا الشوط. الله يا يوسف، شوف الكره، شوف الانطلاق، عدى كل الدفاع، اخترق كل الدفاع، الترجي عن طريق يوسف، والكره خطيره في مكان القري. سجل يريحهم هناك مجانين الترجي الرياضي المهووسين بحب اللونين، ريحوهم جول لي يا بنانا، ريحنا يا البنانا، الله يا الترجي الرياضي، نعم اوكي، 1-0 عن طريق البنانا، يهرب من الرقابه، يوجهها ويحطها على يسار الحارس احمد عادل عبد المنعم. 1 الترجي الرياضي، 0 النادي الاهلي. بنانا 1. لمساكني يرجع الخادم مولهي، يعمل ستوب للكره ويمشي الترجي الرياضي عن طريق الشمام، يمشي شمام يحط كره، فرصه والهدف الثاني يضيع. ملا الترجي الرياضي اليوم، ملا ماتش الجمهوريه التونسيه. هنا الكره كان في الاوفسايد ورجع، هذا اللي يحب يقوله لي المخرج، وهذا نعم كان في الاوفسايد، سمعنا بها وشفناها في النادي الاهلي المصراوي. ترجع الكره مره اخرى عن طريق بوتريكا وسط الميدان، حط كره حسام عاشور، كره تمشي عن طريق وائل الضغط من غير خطا، الاصرار، والكره ترجع للترجي عن طريق اللاعب المساكني. يوم كبير، يوم ممتاز لحد الان من يوسف، يرجع بالكره شوقي يبدل الكره محمد نجيب، نقبلوا في اللعب، علاش الاولاد، والكره تمشي في الرواق باش يوزع، باش يعمل كروس، حذاري من التوزيع، ويخرج الحارس المتالق بن شريفيه، الساعه من الشوط الاول. 1 الترجي، 0 النادي الاهلي. ترجي الجمهوريه التونسيه 1-0، الترجي الذي يمثل الوطن في هذه الامسيه، بينما كره خطيره ويخرج بن شريفيه،
ورا عند معز قدام المتعب، يحط الكرة لبوتريكا، بوتريكا لفريق النادي الاهلي في وسط ميدان لشوقي، محمد شوقي يرجع الكرة لعاشور، عاشور ثم حلول يحاول يجدها النادي الاهلي عن طريق وليد سليمان، وليد سليمان يوزع كرة، اختيار برشا، فرصة كبيرة والتسديدة للحارس والكرة تخرج بالراس من قلب المرمى. اخطر فرصة اكبر فرصة والكرة اول كرة للنادي الاهلي. ايضا الاوفسايد ايضا تقريبا نفس طريقة بنانا كان في الاوفسايد ورجع اللاعب جدو بن شريفية يتألق. المتابعة ممتازة من وليد الهجري وبالاخير كرة ضربة مخالفة للتسلل للترجي الرياضي. القربي والمتعب في مناوشات الكبار. ترجع الكرة عن طريق جوزيف نيانج يحط المساكني، يمشي يوسف المساكني وترجع الكرة، ترجع الكرة لاحمد فتحي، احمد فتحي خطيرة جدا، ما فيش تسلل، يمشي جدو، يمشي ناجي جدو، يوزع كرة على القائم الثاني، كرة طويلة وكرة بعيدة وخطأ للترجي الرياضي. خطأ للترجي الرياضي، كان مهاجم اضافي سليمان، هذا هو وليد القادم من بتروجيت. يمشي كرة لفريق الترجي الرياضي، خطيرة من بوعزي، يمشي وجدي بوعزي حط كرة ممتاز، وجدي بوعزي يا ولد الهدف الثاني، مش ممكن على الترجي الرياضي، مش ممكن على الترجي، يمشي المولي، فرصة كبيرة وركنية للترجي الرياضي، ركن حتى رجي ممتاز اليوم حقيقة في ثوب الشامبيونز ليج. يمشي المولي يعمل اضرب المولي، كرة والحارس ممتاز من خالد. ما زالت الكرات، ما زالت الامكانيات، ما زالت الرأسيات. ولد يا هيشري، ولد يا وليد يا هيشري، يمشي بالكرة احمد فتحي يعمل الكروس، كرة النادي الاهلي خطيرة للنادي الاهلي، اخر كرة خطيرة وروعة يا بن شريفية، يا ولد يا معز بن شريفية، يا ولد يا بن شريف. كمال كاري الله يرحمه، شوية من ناصر شوشان وبرشا من الجول كيبر العملاق شكري، كرة على طريقة الواعر كل حكاية يخرجها من الشبكة، يبدأ الشوط الثاني ايضا في هذه اللحظات، يبدا بتاخير نسبيا دقيقتين الشوط الثاني في الجزائر، والكره تمشي ليوسف المساكني، خطير جدا، يوسف المساكني يحط كره سهله تمشي للحارس، تمشي كره سهله لاحمد عادل عبد المنعم، ترجع الكره مره ثانيه، والكره ترجع طويله من يايا بنانا يحاول جوزيف نيانج، والكره تمشي من جوزيف خطيره، يمشي الكاميروني خطيره جدا، وماذا قرر الحكم في هذا الصراع؟ الحكم يقول ضربة مرمى، تغيير اضطراري في رايي اكثر منه تكتيكي، مستحيل يكون تكتيكي، يدخل بالفعل سامح الدربالي، ونشوف تمركز اللاعبين وكره خطيره لركنيه، كره خطيره، برافو وليد الهجري، ممتازه من وليد الهجري، كره تخرج كورنر، ضرب وليد سليماني يحاول يلعب الكره، يمشي سليماني يطول كره وهدف التعادل للنادي الاهلي. قلت لك مباراه الكرات الثابته، ويسجل بوتريكا هدف التعادل للنادي الاهلي، التعادل المصري للنادي الاهلي. تقريبا في 10 دقائق لعب من الشوط الثاني يتعادل النادي الاهلي عن طريق زعيمه بوتريكا. شوف يقطع الطريق على القائم الاول ويحط كرة بالراس، ممكن في اول هفوه لدفاع الترجي في المراقبه، هذه الكرة والهفوات، هو التعادل من بوتريكا 1-1 بين الترجي والاهلي. هنا الكرة من وليد سليمان، شوف يطلع وحده، مش معقول، وين المتابعة وين الرقابة، خطأ فادح وخطأ كارثي، والتعادل من النادي الاهلي عن طريق تريكا. هدف لهدف، الترجي يلزم يرجع يلعب، وان المباراة ما زالت طويلة. هذه هي 7 نقاط للنادي الاهلي، 7 نقاط الوداد، الاهلي يربح 2-1 يتأهل، وكرة خطيرة وكرة قريبة للهدف الثاني، كرة قريبة كانت للهدف الثاني، لابد من التركيز، لابد من استعادة البريق. الشوط الثاني مرة أخرى، لكن مرة أخرى السيناريو اللي يتكرر في كل ماتش هو حقيقة غريب جدا. لماذا نلعب في شوط ولماذا نغيب في الثاني؟ شوف الكرة وشوف الخطأ وشوف التسديدة من تريكا، وكان مشكورة لحسام عاشور يلعب للسيد معوض، يمشي السيد معوض، كرة النادي الأهلي عن طريق اللاعب سليمان يرجع لجدو، يمشي جدو، سليمان خطيرة، الأهلي بدا يلعب مليح، والكرة يتدخل فيها بنانا ممتاز قدام متعب، ما فيها شيء لإدريسا كوليبالي، يرجع إدريسا، يمشي كوليبالي، يحط كرة لفريق الترجي الرياضي في التماس، اوت للترجي الرياضي، تقريبا 13 دقيقة لعب في الشوط الثاني، يرجع بالكرة الفريق الأحمر، كرة للنادي الأهلي عن طريق محمد شوقي، يمشي كرة طويلة شوقي، والكرة ترجع لجدو يحط الكرة السيد معوض لجدو، يمشي ناجي، يلعب ناجي جدو يحط كرة لسليمان خطيرة، حذاري والتوزيع على القائم الثاني، واوفسايد، تسلل مرة أخرى لفريق الترجي الرياضي، أيضا التسلل واضح جدا ضد السيد معوض. ممكن نقول بصفة عامة
0. ويمشي سليمان، يمشي سليمان من ركنيه اخرى، يمشي وليد وكره ترجع بالراس خطيره جدا، محاوله محمد فاضل وتاتي التسديده وترتد من دفاعات الترجي، تضرب الكره في دفاع الترجي تمشي عن طريق وائل جمعه، وائل جمعه يحاول التقدم، وائل جمعه يلعب على اليمين، كره تتهيأ لفتحي، يمشي احمد فتحي يوزع كره وخطيره الراسيه والحارس، الراسيه كانت من فضل، الراسيه من الكره تتهيأ عن طريق فتحي، التوزيع يضرب الراس على القائم الثاني تقريبا وحده في الدوزيام بوتو، والراسيه تمشي سهله للحارس، خرج يعني بهذه الطريقه ما تقدرش تعمل مرتده من يوسف او جوزيف نيانج، يرجع بالكره النادي الاهلي، امكانيه خطيره جدا من جهه كوليبالي والعرضيه والصعبه جدا للفريق الاهلاوي، يدخل بنانا من زال التسديده وبرافو الدفاع، الله على هذه الروح، الله على الجرينت، الله على قتاليه الرجال. ثانيه وين ماشي للسيمي فاينل طبعا، والكره ترجع للترجي الرياضي، امكانيه يوسف المساكني، ترجي يكتسب خبره وتجربه كبيره، والمساكني يسدد وكره قريبه برشا من المساكني، كره قريبه برشا من المساكني، كان في تونس بلغه الكره كذب عليه على المدافع وسدد ولكن خرجت برا. الترجي الرياضي عنده تماس، الترجي الرياضي عنده تماس، كره فيها اصابه للاعبين اثنين، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس. ماذا يحدث؟ هناك اجواء من التوتر، سيد عبد الحفيظ يتحدث مع معلول والتدخل من اللاعبين الكل، وهنا اللقطه في الريبلاي، هذه الكره الاخيره تاع وليد سليمان هنا مع اللاعب يوسف المساكني، وهنا الكره الاخيره وطرح كاتش بالاثنين. الحقيقه يلزم تهدى الامور الابتعاد على الورقات، الاهلي ممكن يمشي سيمي فاينل والترجي ماشي للسيمي فاينل، لذلك ما غير مشكل هنا طرح كاتش، يعني الريسلينج مباشره وحصريا عبر سبورت 9 بالمجان تريح كاتش بين المساكني ووليد سليمان، وطبعا كل واحد شد وجهه، والترجي الرياضي بهذه المباراة يرفع الرؤوس ويرفع القامات على أنه ماشي ترجع الكرة المعوض السيد وليد سليمان، ترجع الكرة وليد سليمان والكرة تمشي عن طريق العشرين، يمشي شوقي يحط كرة لدومينيك دا سيلفا اوت، وكرة اوت، تكتي انه يتألق بالكرات العالية، على الأقل نحكي بالمنطق السابق وفي الوضع الحالي، والكرة في آفاق المستقبل الأهلاوية، خطيرة جدا دومينيك، خطيرة جدا، هذه خطيرة لكن طويلة، خليها تخرج، نعم خليها، والكرة تمشي المرتدات، وجدي بوعزي 2 على 2، إذا يعديه فيها أمل، يمشي يعديه وجدي بوعزي يعطيه، يعطيه يا وجدي بوعزي، مش معقول، فرصة كبيرة ضاعت على الترجي الرياضي، راس يخرج نيانج ويخلص، كرة ترجع للنادي الأهلي، كرة طويلة تمشي كرة بالراس، يذكرني في جزء كبير في سير المباراة بماتش الأهلي والإتوال، والكرة تمشي لفاضل وخطيرة من محمد فاضل، الركنية من فاضل، في تنقلاته الأربعة الأخيرة يحاول أن يتفادى هذا المساء، بينما كرة صعبة وكرة المباراة، كرة التأهل لشوقي في دقيقة 80، يلزم أكثر تركيز، دومينيك وسهل للترجي يمشي للتغطية، الدفاع من فتحي صارت خطيرة والكرة الصعبة على بن شريفية، كرة أخرى كانت صعبة على معز، عودة سطوة النادي الأهلي في الناحية الهجومية، شوف التاكلينج ممتاز جدا ما فيها شيء، فتحي يعمل عرضية، كرة ابو عزي برشا خطا والاهلي عنده كرة 1-2، دومينيك خطيرة ويا بنانا يمشي دراجي خرج باس، شوف الاكسلريشن تاع اسامه دراجي مش ممكن فيها خطا هنا، الحكم ماذا قال العب هنا خطا هنا وبسلكسيون سيد الحكم. على كل حال كما غلط في حق الاهلي وغلط ايضا في حاجات في حقنا، هو تمشي المباراة ويلزم تمشي المباراة ما غير بكده. الاهلي يبحث عن هدف للترشح والكرة تمشي خطيرة، مش ممكن رجعت الكرة بإثارة كبيرة والتوزيع من جديد، والترجي يدافع والإثارة والتسديدة راسية خطيرة، وكرة تضيع بغرابة من دومينيك دا سيلفا في دقيقة ونص يضيع الترشح الاهلي، مش ممكن الكرة ما حبتش الاهلي في الوقت الضايع، كورتين واحدة خرجت من بوعزي وواحدة غريبة خرجت سنتيمترات، بوعزي يمنع الاهلي من التأهل، مش ممكن على هذه الكرة، وليد سليمان يعمل الاوفر، ترجع من فتحي بالراس برشا ذكاء، والكرة الراسية من
تمشي كرة طويلة ملعوبة مرة أخرى الترجي من دريس كوليبالي. لقاء بطولي حقيقة، مهما يحدث الآن لقاء بطولي ومؤتمل للترجي الرياضي على مشواره القاري إن شاء الله. ترجع الكرة مرة أخرى لحسام عاشور، سيسدد عاشور ولكن أوت. عاشور يسدد كرة أوت، ستعود للترجي الرياضي. الترجي الرياضي يتصدر المجموعة، رحلة مليئة بالنجاحات، رحلة مليئة بالصفقات، ولا لاعب سيتغيب